الفيديو اللي فات ما شاء الله عندكم قوه ملاحظه غير طبيعيه، يعني تقريبا 3/4 الكومنتات مالهاش علاقه بالفيديو. كل بيقول لي عز هو انت اسمريت كده ليه؟ عز انت كنت بتصيف؟ كنت بتصيف فين يا عز؟ يا جماعه انا كنت بصيف فعلا، ويعني عايز اقول لكم وانا اصلا بمنتج الفيديو اللي فات انا اتخضيت من شكلي، اللي هو ايه ده انا اسمريت قوي كده؟ انا عارف ان انا اسمريت بس مش قوي كده. اهم حاجه موضوع الصن بلوك كده محدش ينساه. وبما ان انا اسمريت وبقيت مقرمش كده، ففيديو النهارده عن الفراخ، فراخ مشويه بقى ومقرمشه وكذا حاجه محترمه كده. مطعم النهارده اسمه فينر فولد او مش عارف ايه اسمه ايه، فينر فولد. هو فينر فولد. لو جيت قريتها بالانجليزي هتلاقيها وينر وولد، بس الدبليو دي بتتنطق فيه. المطعم ده بيقدم فراخ الماني وفتح سنه 1955، يعني بعد ما الحرب العالميه الثانيه خلصت ب 10 ايام. 10 ايام ايه ده؟ 10 سنين اقصد، معلش. على 10 ايام ايه؟ الناس لسه خارجه من حرب وميتين وبتاع، ودول بعد 10 ايام يلا بقى يا جماعه نفتح مطعم فراخ. معلش يا جماعه، هو انا لسه جايب الشغل فجعان ومتحمس، فايه هتلاقوني بخرف شويه في الكلام، معلش. المهم بقى لما كلمتهم وعملت اوردر سالتهم قلت لهم يا جماعه انتوا الحطب اللي بتسووا عليه الفراخ مختلف او حاجه؟ اي لا احنا بنسوي بجهاز معين بيشتغل بالغاز، بس التتبيله بتجيلنا من المانيا مخصوص. فالمفروض بقى ان انا النهارده ادوق فراخ كده ما حصلتش حاجه كده من الاخر. فخلينا نركن الكيس ده على جنب كده. ايوه هات لي ده بقى كده. المنيو عندهم بالمناسبه ما فيهوش حاجات كتير، يعني هو سندوتشات فراخ مشويه، فراخ بروست اللي هي فرايد تشيكن، وشويه اطباق سايدز كده وخلاص. جايب لنا برده دول في كاتشب، والمنيو برده ده هنا يا جماعه طبق ريزو. عشان بدأت تصوير فلازم كله يعدي من تحت البيت. ده سعره 50 جنيه. وفي عندهم طبق تاني اسمه بيج ريزو، ده بيبقى اكبر شويه سعره 70. الريزو عندهم يا اما عادي يا اما سبايسي. انا طلبت السبايسي. مش عارف بقى لو كنت طلبته عادي كان هيجيبوا لي مثلا باربيكيو، مش عارف. هو حجمه معقول، يعني ممكن اصغر شويه من الريزو بتاع كنتاكي، وفي قطع فراخ هنا، وفي برده صوص السبايسي، بس صوص السبايسي شكله مش كتير هنا. بسم الله. والله انا متفائل. انا نفسي اتمزج الفيديو ده والله. عارفين لما تدوق الرز بتاع كنتاكي بس على نضيف شويه؟ يعني رز كنتاكي بيبقى معجن شويه، ده هنا برضو معجن بس سنه بسيطه قوي. الرز سواء مظبوط، الفراخ طريه جدا مش ناشفه خالص، صوص السبايسي حلو، بس كان نفسي ان هو يبقى اكتر من كده شويه. فبدايه قويه جدا، يعني طبق ريزو محترم. يعني ده كده يا باشا ياخد، يعني نقول ايه، نقول 9 من 10. انت بس لو كنت زودت صوص السبايسي شويه كان هياخد 10 من 10. انا اصلا كنت عايز ابتدي بشوربه كريمه مشروم، بس لما جيت اعمل اوردر قالوا لي لا دي مش موجوده عندنا. طيب نخش على بعده، ونخش بقى على الساندوتش ده. انا اصلا كنت عايز اطلب ساندوتش تاني اسمه تشيكن برجر، ما لقيتوش فطلبت بداله ده. اسمه فينر فولد جريلد راب، ده عامل 75 جنيه. يا سلام. التغليف بالمناسبه حاجه نظيفه ورايقه كده، ما انت دافع بقى. عايز اجيب سكينه. ده هنا يا جماعه عيش تورتيه، واخد تحميصه كده، والعيش التورتيه طري وحاجه رايقه كده، حاجه نظيفه. يا سيدي يا سيدي. وانا شايف هنا فراخ جريلد كده، هي مش قطع كبيره، قطع صغيره، وفي كابوتشا. ساندوتش ابن ناس، بس كان عايز يبقى طري اكتر من كده بشويه. هو عباره عن فراخ وكابوتشا وصوص باربيكيو. الفراخ محطوطه كميه كويسه، صوص الباربيكيو محطوط قليل بس انا حاسس بطعمه. الفراخ بالنسبه لي هي حلوه، بس كانت يعني عايز ان هو يتك عليها شويه كمان في الجريل. والساندوتش تحسه ناشف شويه، يعني كنت مثلا تحط لي معاه مثلا فلفل بصل، او يعني تزود صوص الباربيكيو شويه عن كده، يعني خلي الساندوتش طري شويه. فساندوتش شغال لطيف، بس كان ممكن يبقى احلى من كده بكتير. كان ممكن انت تدلع الساندوتش ده زياده عن كده، لان كابوتشا مع فراخ بس انا حاسس انا باكل ساندوتش دايت. اي نعم عيش التورتيه مش دايت وفي صوص باربيكيو، بس يعني مش حاسس انا باكل حاجه اللي هي ايه، يعني فاهمني. ده ممكن يديله 6 من 10. وانا برضو احترمت حته ان التورتيه ما اتحرقتش منه، متحمصه كويس، وعيش التورتيه مش ناشف خالص، طري جدا. طيب خلصنا بقى الحاجات الخفيفه، نخش بقى على التقيل. نخش بقى على الوجبه دي، معاها البطاطس ومعاها الصوصات. انا كنت هجيب وجبه ستريبس ووجبه فراخ بروست، بس لما سالته على وجبه البروست دي اللي هي 3 قطع، قلت له ال3 قطع دول بيبقوا ايه؟ قال لي لا الموضوع بيبقى عشوائي. قلت له مش المفروض مثلا يبقى دبوس وورك وصدر مثلا؟ قال لي لا مش شرط يا فندم يبقى حاجه معينه، هو الموضوع بيبقى عشوائي، بس اكيد يعني مش هيجي لك مثلا جناحين ودبوس. فانا بصراحه قلقت، يعني ايه، خفت يبقى حظي وحش في موضوع العشوائيه ده. فقلت لا يا عم انا اجيب ايه وجبه تانية يبقى فيها بقى ستريبس واجنحه ودبابيس. الوجبه دي اسمها تريبل بلاي، 3 دبابيس، 3 ستريبس، 5 اجنحه وبطاطس و3 صوصات. الصوصات انا اخترت الهوت صوص والرانش والجبنه، عشان عايز اجرب موضوع الفراخ اللي بالجبنه ده، شوف عندهم هيبقى عامل ازاي. افتح بقى كده يا معلم، بص كميه فراخ مقليه، بس هي في الاخر يعني من ضمنهم مثلا في 5 اجنحه اصلا. هو الدبابيس عندهم حجمها متوسط عادي شغال، والوينجز برضو حجمها متوسط. البطاطس كده، البطاطس الباكينج بتاعه حلو قوي، بس البطاطس طبعا طالما جت دليفري لازم ما تبقى مش قد كده. البطاطس ملحها حلو بس مزيته قوي، عايز اجربها في الجبنه كده. هو حلو بس مخفف. شوف صوص الرانش كده. ايه ده فيها يا جدعان؟ ايه صوص الرانش ده؟ لا ما عجبنيش خالص خالص. الامل في الهوت صوص بقى. هو يا نهار ايه ده، هو ماي خالص كده، مش تقيل بس حريقه
حريقه ده فيري هوت، مش هوت بس. ايه ده؟ احنا نشرب ميه. لما سالته بقى على الوجبه دي قلت له انا عايزها كلها سبايسي، قال لي الاجنحه والدبابيس ما فيهاش سبايسي، الستريبس بس هي اللي فيها عادي وسبايسي. قلت له ماشي انا عايزها سبايسي. فاحنا هنبدا بالجناح الصغنن ده. الجناح مليان كميه لحم مش بطاله، فراخ برده نظيفه مش حاسس فيها بزفاره خالص ومش مزيته، وبالنسبه ان هي فراخ بتتبيله عاديه فهي تعتبر كويسه. انا بالنسبه لي فراخ مقليه يعني لازم سبايسي ما ينفعش عادي، بس هي بالنسبه لتتبيله عاديه فهي لطيفه شغاله. خلينا بقى نشوف ايه الاستريبسيه دي كده. جاب لي الفراخ عاديه مش سبايسي، حطها في صوص الجبنه كده. هي الفراخ دي تتاكل بالصوت ما تتاكلش كده لوحدها، لو تتبيلتها كانت سبايسي اعتقد ان هي كانت هتبقى حلوه قوي. الاستريبسيه رفيعه بس طويله شويه، بس يعني كان يستحسن لو حجمها يبقى اكبر من كده يعني. طيب خلينا نشوف دبوس من الدبابيس كده. الوجبه دي لازم فعلا معاها الصوص، جربها في الهوت صوص كده بس على بسيط. دبوس هنا برغم ان هو تتبيلته عاديه بس مقرمش، طري على قلبنا بكول سلو كده. لا ما عجبنيش بصراحه. اديها كام الوجبه دي؟ والله هو الاساس في الوجبه دي هي الفراخ المقليه، لحمتها نظيفه مفيش زفاره، بس كنت احب طبعا ان هي تبقى سبايسي، فممكن ندي الوجبه دي 7 من 10. البطاطس لو كانت احسن شويه او قطع الفراخ دي كانت جايه حجمها اكبر من كده شويه بالذات الستريبس ممكن تاخد مثلا 8 من 10. طيب خلينا بقى كده ايه نخش على اخر وجبه معانا، وهي الوجبه الاساسيه في الفيديو بتاع النهارده. نص فرخه وادي العيش وادي 2 سايد. طيب بالنسبه لموضوع وجبه النص فرخه دي، لو هتجيبوا نص فرخه مع عيش هيبقوا عاملين 155. في حاجه تانية اسمها هوت ديل بتبقى نص فرخه مع العيش مع رز ابيض او رز اصفر وسلطه بتبقى عامله 190. اما الوجبه اللي انا جبتها دي بقى بتبقى نص فرخه مع عيش و2 سايد. السايدز بقى بيبقى فيه عندك بطاطس خضار مشكل ورز ابيض، دول ببلاش، انما رز اصفر او مش بوتيتو او ذره او بيجد بوتيتو بتدفع على اي سايد فيهم 4 جنيه زياده، ما عدا الرز الاصفر بتدفع 2 جنيه. فانا جبت بيجد بوتيتو وخضار مشكل. الخضار هنا عباره عن فلفل وجزر وكوسه متقطعين شرايح رفيعه طويله كده، وفي فلفل الوان برضو متشوحين على الجريل حلو كده، طعمهم حلو عجبني. طب نشوف البيكت بوتيتو دي. ايه ده؟ لا انا بالمنظر ده هخلصها. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو مش حاططها في فرن وخلاص، ده حاطط معاها جبنه، ميكس الجبنه مع البطاطس تحفه، ده خطيره، احلى حاجه دقتها في الفيديو لحد دلوقتي. لا دي لازم تطلبوها لما تروحوا، بس لما بتنزل وتغوط في البطاطس كده خلاص انت بتدوق بطاطس بس ما بيبقاش فيه جبنه، جبنه من على الوش بس محطوطه بكميه كويسه قوي. جايب لنا هنا رغيفين عيش شامي كده، وانت تفتح بقى كده نص فرخه حجمها صغير شويه يعني شويتين. النص فرخه دي المفروض ان التتبيله بتاعتها جايه من المانيا. ايه نقسم بقى كده. ايوه طيب هو ده الورك وطري جدا، بس هل طعم التتبيله مميز لدرجه ان انا اقول لك لا دي تتبيله ما تتفوتش وكده؟ يعني هي تتبيله يعني طعمها مختلف وحلوه ونظيفه وكل حاجه، بس كنت متوقع بصراحه اقوى من كده. خلينا نشوف الصدر كده. طيب هو الصدر اطرى من الورك، يعني دي اول مره اشوفها في حياتي، ما حدش يسالني ازاي، يعني انا نفسي مستغرب. هو الورك طري بس مش بيدوب، لكن الصدر بيدوب، مش ممكن طري اكتر من الورك. بس يعني هي فراخ حلوه وكل حاجه، بس يعني ايه لو موجود قدامي هجيب منه، يعني فراخ طعمها حلو بس مش اللي اروح له مخصوص، ما عندوش الحاجه المميزه قوي كده، خصوصا كمان الفراخ حجمها صغير، يعني كنت مستني حاجه اقوى من كده بصراحه. الناس القديمه على القناه يعني في فيديو عملته قبل كده بس الكلام ده يمكن من سنتين مثلا، كان عن مطعم اسمه شيك شاك، هو كان فاتح في الزمالك بس قفل، وجبت من فرع بتاع المهندسين، هو فرع مطبخ مركزي بس، هو تقريبا كان بيلعب في نفس رينج الاسعار ونفس طريقه السايدز والحاجات دي، بس الفراخ عنده كانت عالميه. فبالنسبه لي الوجبه دي ممكن نقول 7 من 10، يعني بصراحه كنت متوقع منها اكتر من كده بحبه حلوين يعني. طيب خليني اشيل الكلام ده من قدامي واقول لكم ملخص التجربه. طيب والله بالنسبه لي هي كانت تجربه كويسه، هي يمكن بس قفلتها اللي كانت غريبه شويه، لان اصلا النص فرخه اللي في الاخر دي هي اللي انا جايب المطعم ده مخصوص علشانها، فكنت متوقع حاجه احلى من كده. لكن لو هنتكلم مثلا عن الفراخ البروست كانت كويسه لذيذه، الريزو برده كان جامد جدا، يعني الفينر فولد جريل دراب ده هو حلو بس محتاج ان هو يتهندل شويه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.